السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، في مقادير. دي مش المقادير اللي انا بعملها دلوقتي، ده الوصفه اللي انا عاملاها قبل كده. انا هقول لكم على مقادير اليوم بتاعكم، اللي تمشوا بيومكم من غير نكد، من غير ايه، من غير ما تزعجي نفسك ولا من غير اي حاجه. شوفوا بقى كتاكيتي، اول حاجه تعمليها انك انت ما تفكريش في اي حد يديكي كلمه سلبيه. يعني اي حد يقول لك اي حاجه ضايقتك تيجي نعيدها تاني، قولوا له ما خدتش بالي. اي حد يحاول يستفزك ما ترديش عليه. اي حد يحاول ان هو يضايقك اعملي نفسك مستمع. دي بقى المقادير اللي هي بتاعه اليوم بتاعك، اللي اهم من المقادير بتاعه الفطار اللي انا بعملها. يعني انا بعمل دلوقتي طماطم بالثوم بالبيض، بغير لهم في الفطار عشان ما يزهقوش ويملوا زي ما انا كده زهقت كده واتخنقت. بس قلت وانا بحضر الفطار كده اقول لكم على الكلمتين دول، عشان الناس الغلسه بقت كتير قوي، الناس اللي بيضايقونا في حياتنا بقت كتير قوي 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 قوي. فخدي مني المقادير دي ابدئي بيها يومك. اي حد يضايقك اعملي نفسك مش واخده بالك. اي حد يجي يعيد عليكي تاني المضايقه عشان ياكد يشوف وصلت لك ولا ما وصلتلكيش، قولي ما خدتش بالي. تقضي يومك كده في راحه سر ومرتاحه ومبسوطه ومفيش اي نكد. معايا كتاكيت؟ ليه بقى بقول لكم كده؟ لان انا ربنا بليني بشويه ناس ما اقولكوش، يخترعوا لك اي اختراع عشان ينكدوا عليكي بيه، يجيبوا لك اي حاجه كده ينكدوا عليكي بيها الصبح، تحسي كده ان انت بداتي يومك بالنكد. ماشي؟ لا وكلكم وانا نازله الصبح بقى، نازله اجيب فطار، تقولي لما ابتسم في وش واحده الصبح تقول لي يا بختك ده انت رايقه، على طول وشك بيضحك. انا بعد كده لما اشوفك هلطم على وشي، بعد كده الصبح ساعه ما اشوفك كده هاجي لطمه على وشي عشان اعجبك. يلا رايحين نفطروا، يومكم كله خير وهنا وسعاده يا احلى كتاكيت. سلام.